السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدين من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أنه، وعنوانها هو لا تكن مغرورا. وحكايتنا اليوم من عالم الحيوان. هناك في الغابات البعيدة حيث كان هنالك غزال جميل اسمه بدر، ولد في ليلة اكتمال القمر، وقد أعجب الجميع بجماله ولذلك سموه بدر. وكلما تمر الأيام يزداد بدر جمالا، فأصبح طويل العنق وله قرنين جميلين، وكانت لديه خصلة من شعره تنزل على وجهه، حتى أنها كانت تغطي جزء من عينه اليمنى. كان جماله ظاهرا لجميع من في الغابة، أما هو فقد أحس بالعظمة والغرور، فكان يمشي في الغابة ورأسه للأعلى، بل حتى أنه كان يسير على أطراف قدميه، وكان يمضي معظم وقته أمام البحيرة، حيث كان يتأمل شكله ووجهه على الماء، وكان يتحدث مع أبناء جيله ومن هم من أصدقائه، حتى يتخلى عن غروره ويتحدث معهم كأصدقاء، لكنه كان يضحك منهم بكل غرور ويقول: هل تريدونني أنا أن ألعب معكم؟ لن أخرب جمالي من أجلكم. وظل بدر على هذه الحالة طويلا، يتعالى في مشيته وينظر إلى السماء، حتى سئم الجميع من غروره وتكبره. وفي يوم دعاه كبير الغزلان مع جميع أبناء جيله، وذلك ليعلمهم كيفية الدفاع عن النفس، خصوصا إذا تعرضوا للهجوم من حيوان مفترس. لكن صاحبنا بدر رفض الحضور، وقال: لا يجرؤ أحد على لمسي لأنني جميل. فضحك الجميع من سذاجته. أما هو فذهب إلى البحيرة ليمتع نفسه بجمال مظهره، وكان كلما ينصحه أحد نصيحة لا يعمل بها، بل ويذهب إلى البحيرة التي أصبحت مكانه الدائم. انتشر خبر صديقنا بدر في كل الغابة، وعلم الجميع بأن هنالك غزال مغرور، فتحول الأمر إلى أضحوكة، حيث كان الجميع يتسلى بسيرته من باب الضحك، حتى أن بعض الحيوانات أصبحت تؤلف بعض القصص من عقلها. فمنهم من حكى أن بدر أراد أن يكون كبير الغزلان، وذلك لأنه أجملهم، ومنهم من قال بأنه أراد أن يكون ملك الغابة، فانتشرت عنه كغير من الإشاعات والقصص. أما في أقصى الغابة فكان هنالك بيت مهجور يعيش فيه ثعلوب وثعلوبة، وكعادة كل الثعالب في الغابة عرف بالمكر والدهاء والخبث. وذات يوم سئلت ثعلوبة سؤالا، وقالت: هل سمعت يا ثعلوب قصة الغزال المغرور؟ ضحك ثعلوب وقال لها: نعم بكل تأكيد. ثم سألها: هل هناك قصة جديدة من قصصه؟ نهضت ثعلوبة من مكانها واقتربت من ثعلوب وقالت بصوت خبيث: دعنا من القصص. متى سيكون لنا وليمة؟ نريد أن نأكله في إحدى الليالي. تنهد ثعلوب وقال: سيكون وجبة دسمة، لكن كيف؟ قالت ثعلوبة: الجواب على سؤالك سيكون غدا، الآن اذهب ونام. جاء صباح اليوم التالي وهو موعد خطة ثعلوبة المكارة. تحرك ثعلوب وثعلوبة بالقرب من قطيع الغزلان، ولمح صاحبنا بدر يقف بعيدا عن إخوته، ثم ابتعد عنه لكي يذهب ناحية البحيرة، كما هي عادته التي يداوم عليها، وذلك لكي يرى نفسه في الماء. وهنا بدأت خطة ثعلوبة المكارة. أصدقاؤنا الأعزاء، سنواصل في حكايتنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل ونواصل.
أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأصدقاء، عدنا لكم لكي نواصل حكايتنا، والتي هي بعنوان لا تكن مغرورا. وكما ذكرنا قبل الفاصل أن بدر كان يقف عند البحيرة، فاقترب منه ثعلوب وثعلوبة بحذر شديد. قالت ثعلوبة وبطريقة درامية: يا ويلي ما هذا الجمال! انتبه بدر إلى وجود ثعلوبة وخاف، لكن كلماتها جعلته يشعر بالنشوة والغرور، مع تراجعه لخطوات قليلة إلى الوراء. فظهر ثعلوب وقال: مرحبا أيها النجم الجميل، أرجوك لا تذهب وتحرمنا من هذا الجمال. أعجب بدر بهذا المدح كثيرا، وقال في غرور: أعرف أنني جميل بهذا الجمال، ولكني أخاف منكما. قالت ثعلوبة: بل نحن نخاف من جمالك الفاتن. وأضاف ثعلوب: من هذا الغبي الذي يريد إخافتك؟ كاد بدر أن يكير من الفرح والسرور بعد سماعه لهذا المدح المبالغ فيه، وتمنى لو أن كل الغزلان كانت موجودة في هذا الوقت حتى يستمعوا إلى هذا المديح. ثم قال في غرور: يكفيكما يا ثعلوب وثعلوبة، لقد حان موعد انصرافي، لكن يمكن أن نلتقي غدا. ثم أخذ يجري بعيدا وكأنه يحلق في السماء. وفي اليوم التالي كان ثعلوب وثعلوبة في نفس المكان، وعندما جاء قالت ثعلوبة: لقد جاء صاحب الطلة الجميلة. وقال ثعلوب: مرحبا بصاحب الحسن والجمال. نظر إليهما بدر ولم يرد التحية، بل قال في غرور: ماذا تريدان هذه المرة؟ ردت ثعلوبة بابتسامة مصطنعة: نريد رؤية جمالك. وأضاف ثعلوب: ولو شئت لكان ذلك بمقابل. أجاب بدر بسرعة: وما هو هذا المقابل؟ وقالت ثعلوبة: سنحضر لك كل يوم ألذ أنواع العشب والعسل. فرح بدر وقال في غرور: لكن بسرعة فأنا مشغول. ابتعد ثعلوب وثعلوبة عنه وانفجرا ضحكا. وقال ثعلوب لثعلوبة: لم أظنك واسعة الحيلة. وأضاف: يبدو أننا سنستمتع بهذه الوجبة. ردت ثعلوبة: سيقع في الفخ بسبب غبائه وغروره. مرت الأيام وأصبح صديقنا بدر سمينا، وذلك بسبب كثرة الأكل الذي يحضره له ثعلوب وثعلوبة، كما أنهما أصبحا من أقرب أصدقاء بدر، بل أصبحا الصديقان الوحيدان له. لكن فجأة انقطع ثعلوب وثعلوبة عن بدر. مر اليوم الأول والثاني بدون أن يراهما وبدون أن يسمع كلمات المدح والثناء منهما. لكن وعند اليوم الثالث ظهرا له. جاء إليهم مسرعا وقال: لماذا غبتما؟ أرجو ألا يكون أصابكما مكروه. أجابت ثعلوبة بحزن مصطنع: لقد مات زعيم الثعالب. وأضاف ثعلوب: لذلك نشعر بحزن كبير، ولا يوجد مننا أن يحل محله. فقالت ثعلوبة: نحتاج إلى واحد جميل وأنيق ليحل محله. واقترب ثعلوب من بدر بخبث وقال: إننا نريد واحدا مثلك. نظر إليهما بدر كثيرا وبدأ يفكر: زعيم؟ إنها فكرة رائعة، وهما يريدان واحدا من مثل مواصفاتي. فقال: حسنا، أنا موافق، سأصبح زعيمكم، ولكن ستوافقون على كل شروطي. قالت ثعلوبة: سمعا وطاعة أيها الزعيم. فقال: زعيم؟ يا لجمال هذه الكلمة. قالت ثعلوبة: ولعابها يسيل. حسنا يا زعيم. لابد أن نذهب لبقية الثعالب حتى يحتفلوا بك. وافق بدر سريعا ودون تفكير. فقالت ثعلوبة بخبث: هيا يا ثعلوب فلنحمل زعيمنا. قال ثعلوب: صحيح، لن ندعه يسير على قدميه، إنه الزعيم. أحس بدر بالنشوة والعظمة أثناء حمله، لكن وبينما هما يسيران في الغابة وهم يحملانه مر من فوقهما الغراب، واستغرب من المنظر الذي رآه. اقترب الثلاثة من مكان تجمع الثعالب، ورأى بدر من بعيد أن هنالك قدرا كبيرا، وهذا القدر موضوع في النار.
وهنالك الكثير من الثعالب الذين ينتظرون. ثم نظر إلى أعينهم ووجدها تنظر إليه، وفيها لمعة كما أنه فريستهم وليس زعيمه. هنا أحس بالخطر وحاول الهروب من ثعلوب وثعلوبة، فقالت له ثعلوبة: لن تستطيع الهرب منا أيها المغرور، فقد امتلأت بطنك بالعسل والعشب، لن تستطيع الركض. وقال وهو منكسر: لقد وقعت في شر أعمالي، ليتني استمعت إلى أصدقائي، ليتني استمعت إلى كلام أمي وأبي وعشيرتي. كل هذا بسبب غروري وتكبري. استعدت الثعالب للهجوم على بدر، لكن فجأة سمع صوت الغراب من بعيد، كان يقول: هيا اسرعوا إنهم مروا من هنا. وبعدها سمع مئات الأقدام تمشي نحوهم، وبدأ يظهر قطيع الغزلان من بعيد، ويقودهم الغراب من السماء. أحست الثعالب بالخطر والتهديد، فقرروا ترك بدر والفرار بأنفسهم. أما بدر ففقد وعيه ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي، وعندما استيقظ قام بالركض حول الغابة حتى وجد بركة من الطين فسقط فيها، وقال: اعذروني يا أصدقاء، لقد أخطأت في حقكم، وأنا من اليوم سأستمع إلى كلامكم، وسأكون مثالا للغزال الصالح. وفعلا أصبح بدر أفضل الغزلان حتى أصبح زعيمهم. وهكذا يا أصدقاء انتهت حكايتنا لليوم. وعرف بدر أنه لا يجب أن يكون مغرورا. ومن هذه الحكاية نتعلم أهمية التربية والحرص على تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة، والحذر من التكبر والغرور، وهي من الأخلاق السيئة التي حذرنا منها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا ألا نتكبر بما رزقنا الله، بل نتواضع ونشكر الله على هذه النعم. وإننا يجب أن نقدم النصح والإرشاد إلى أصدقائنا وأحبائنا، وذلك بكل أدب حتى يتخلصوا من الصفات السيئة. وتعلمنا أيضا أنه ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، لكن من العيب الكبير أن يستمر في خطئه. وماذا عنكم أيها الأصدقاء؟ هل استفدتم من هذه الحكاية؟ أرسلوا لنا تعليقاتكم ومشاركاتكم على رقمنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. حسنا يا أصدقاء، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة ومشوقة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم وننتظركم في حلقة قادمة. في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.